السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي دفعة 2024-2025، معاكم مستر كريم عبد الناصر من قناة رحلة الجغرافيا. النهارده بإذن الله جاي أكلمكم كده عن البداية بتاعتنا. بصوا يا شباب، الجغرافيا كانت الأول من 30 درجة. عايز بس أخليك تفهم حاجة. كانت الاول من كام؟ من 30 حماده. دلوقتي بقت من كام بقى؟ بقت من 60 درجه. تمام، يعني بقت الضعف بعد ما شالوا مواد واضافوا مواد ومش عارف ايه وقعدوا يلفوا كتير كده. تمام، كانت 30 بقت كام؟ بقت 60. معنى كده ان احنا لازم نهتم بيها كويس. طيب عندنا كام درس؟ عندنا 5 دروس المفروض يتشرحوا. تمام، يعني في 5 دروس في المنهج بتاعك. لذيذ. طيب احنا بقى هنعمل ايه؟ بص يا حبيب قلبي، كل اسبوع باذن الله هينزل لك فيديو واحد يعني على قناه اليوتيوب. الفيديو ده باذن الله بدون مقاطعه هيكون في شرح الدرس كامل مفصص، وكمان هيكون الفيديو زياده في المده عن الفيديوهات التانيه اللي هتشوفها. يعني ممكن فيديو مثلا على اليوتيوب تلاقيه مشروح لحد تاني في 40 دقيقه، ممكن تلاقي الفيديو بتاعنا 60 دقيقه 50 دقيقه. ليه؟ طيب عشان كل كلمه وكل صوره عندك في الكتاب هشرحها لك وهفصصها لك، لان كل كلمه مطلوبه منك تبقى فاهم الدنيا دي ماشيه ازاي. يجي يقول لك مثلا حصل عندي زي مثلا في اول صوره عندي في الكتاب في اول درس في المقدمه كمان بتاعته يقول لك حصل عندي تقلص في مساحه الغابات، يعني نقص في مساحه الغابات. انت لو خدت الكلمه دي بس الجمله دي وحفظتها تبقى حمار. انا حمار وغبي. الحمد لله رب العالمين، الاثنين حمار وغبي. لازم تعرف النقص ده حصل بسبب ايه وده ادى الى ايه، وتعرف الكلام ده كله، لان كل ده بيدور حوالين الصوره. هو الامتحان بيقول لك ايه؟ ونظام ثانويه عامه ده كله بيقول لك انت المنهج والافكار كلها، يعني انا مديك الامتحان مش هطلعه من بره الكتاب، وفعلا الامتحان ما بيطلعوش من بره الكتاب، وبيديك الصوره، ولكن انت المفروض بقى تستنتج وتحلل وتلف يعني موال كبير كده. فانا هقعد كل حاجه هفصصها لك وهحضر كويس درس عشان اشرح لك واديك الخلاصه، ومش الخلاصه اللي هو ايه الخص لك في الدنيا، لا مش الخص لك في حاجه، انا هشرح لك كل معلومه بتفاصيلها، ولكن الزيادات في الفيديو باذن الله همنتجها لك وهظبط لك الدنيا على الاخر. طيب هنعمل ايه باذن الله؟ بعد ما ينزل الفيديو هتلاقيني كل يوم باذن الله بعمل لك امتحان، يعني حوالي 15 اسئله شبه ما كنا بنعمل الترم اللي فات. كل ده يا شباب فري. يعني ايه فري؟ يعني ببلاش، يعني مجانا. طيب هنعمل ايه؟ بص يا حبيب قلبي، كل يوم باذن الله ينزل لك امتحان سواء 5 اسئله وممكن يكون 10 اسئله. تمام، يعني في الرينج ده من 5 ل 10. الامتحان كل يوم هينزل لك على قناه التليجرام وهيكون ليه حل. تمام، والامتحان انا اللي بخترع اسئلته، يعني اسئلته مش هتلاقيها في كتب ولا مذكرات ولا في اي بتنجان تاني. تمام، ايه الحلاوه دي؟ ولازم تصبر شويه عشان في ناس بتقول مستر ما اعرفش ايه. لا اصبر حبيب قلبي شويه، عشان كل حاجه عندك في الكتاب وكل كل كلمه لازم اخترع لك ليها مثال، عشان انا وبشرح اقدر افهمك الحاجه بسهوله. والامتحان نفس النظام هيكون فيه افكار كويسه جدا باذن الله. فاللي هينزل لك الامتحان وهينزل لك برده ثاني يوم هتلاقي الحل بتاعه نازل في فويس متسجل، وبشرح لك فيه كل سؤال والاجابه بتاعته بالتفصيل. طيب هكلمك دلوقتي على وسائل التواصل الاجتماعي اللي عندنا وهتلاقي الكلام ده فين، ولكن تعالى نكمل. تاني حاجه باذن الله هتلاقي برضو عندنا هنزل لك كل يوم هقول لك تتفرج على الفيديو من المده كذا للمده كذا. يعني ايه؟ يعني انت الفيديو هتسمعه اول مره. طيب كامل، سمعت الفيديو كامل اول مره، هتفضل طوال الاسبوع كامل باذن الله. هقعد بقى ايه اقول لك النهارده حبيب قلبي انا عايزك تسمع من الدقيقه رقم 1 للدقيقه رقم 5، النهارده من الدقيقه رقم 6 للدقيقه رقم مثلا 17 وهكذا. واقعد بقى اقول لك كل يوم هكذا. ليه بقى؟ لان الجزء اللي انت تتفرج عليه ده هو اللي انا هحط لك عليه الامتحان. تمام. ثالث حاجه حبيب قلبي هعمل لك اللي هو الامتحان بتاعك، يعني الكتاب الامتحان اللي انت هتشتريه. طب انا ليه هشتغل من كتاب الامتحان؟ كتاب الامتحان كله تقريبا معاه كتاب الامتحان، اكتر كتاب مشهور يعني اللي انا شايفه. فهتجيب كتاب الامتحان كل يوم ان شاء الله بعد ما هنخلص الدرس كامل هطلب منك تحل الاسئله بتاعت كتاب الامتحان بتاعت الدرس كامله. تمام، واي سؤال واقف معاك مش فاهمه هتنزله على جروب الفيسبوك. هقول لك دلوقتي كل الجروب وايه لازمته وايه الحاجات اللي عندنا جروبات يعني التواصل الاجتماعي وهكذا. دي كده الحاجات اللي باذن الله هنعملها مع بعضينا. وكمان هدربك لطلاب الازهر، هدربكم على الاسئله المقالي برضه هنزلها شبه ما كنت بعمل الترم اللي فات هعمل، ولكن السنه دي هيكون شرح مفصل شويه عشان جغرافيا تانية ثانوي تقيله، مش على تقيله يعني زياده حبتين، والدرجه بتاعتها زادت، فلازم نركز ونشد عليها شويه، ولكن هي لذيذه
جميله وحاجه عسل. دلوقتي احنا قلنا كل اللي هنعمله. اول حاجه هينزل لك الفيديو، تاني حاجه هقول لك هتتفرج عليه اول مره، بعد كده هقول لك على الدقيقه تتفرج كل يوم من دقيقه كام للدقيقه كام، وهعمل لك امتحان صغير. تاني يوم الامتحان ده اللي انا هعمله لك الاجابه بتاعته هتنزل لك فيه فويس موجود. بعد كده ده اول حاجه الامتحان اللي انا هعمله لك. بعد ما نخلص الدرس كامل هطلب منك تحل الاسئله بتاعته من كتاب الامتحان، تمام؟ واي سؤال واقف معاك هتبعته لي برده، وهكذا. دي كده الحاجات اللي احنا باذن الله هنعملها السنه دي. جروباتنا بقى ايه الدنيا، وسائل التواصل الاجتماعي ايه الدنيا؟ بص يا حبيب قلبي، احنا عندنا قناه، هم قناتين بس، قناه تليجرام وقناه واتساب، الاثنين بيكملوا بعض، تمام؟ لازم تبقى فيه دي، يعني الاثنين دول لازم تكون فيهم، تمام؟ قناه الواتساب وقناه التليجرام بينزل فيهم حاجات مفيده جدا. عندي بعد كده جروب التليجرام. ايه لازمه جروب التليجرام؟ جروب التليجرام ده لازمته ان بينزل عليه الامتحانات، تمام؟ القنوات اللي انا قلت عليها الواتساب والتليجرام ده بينزل عليهم، في ناس ما عندهاش تليجرام وفي ناس ما عندهاش واتساب، يعني اللي عنده واتساب يخش في قناه الواتساب، واللي عنده تليجرام يخش في قناه التليجرام، ولكن الافضل انك تكون في الاثنين، عشان ساعات بنزل حاجات هنا ما بنزلهاش هنا. جروب التليجرام بقى لازمته ده حبيب قلبي بينزل عليه الامتحانات لازم تنزل في جروب، فالجروب ده ده لازمته اني بنزل عليه الامتحان، وانا سايبه عشان كده. كان عندي جروب واتساب ومسحته لان ملوش اي 30 لازمه. بعد كده عندنا الفيسبوك في الصفحه اللي هي خاصه بيا، تمام؟ اللي بنزل لك عليها حاجات، مثلا الاسئله المقالي باذن الله هتنزل عليها على الصفحه ديت، وانت هتحل في الكومنتات عادي جدا. وعندك الجروب بتاع الطلاب، ده الجروب بتاعكم دوت يا شباب، ده الجروب دوت عندك اي سؤال، عندك اي حاجه هتيجي نشره في الجروب ده. الجروب ده شبه الترفيه، وعندك اي سؤال في اي حاجه، مش لازم في المنهج بس، في اي حاجه، عندك سؤال في اي ماده تاني، يعني اصحابك يردوا عليك، زمايلك، وهكذا، وبس كده. يبقى دلوقتي احنا قلنا عندنا بعض، ما عنديش بقى لا تيك توك ولا الكلام دوت، هو الحاجات الاساسيه والحاجات المهمه اللي هتفيدنا. كل حاجه ليها غرض اساسي معين سايبها ليه. كل الجروبات ديت هيكون ليها ميعاد هتتفتح. جروب التليجرام هيكون ميعاد الامتحان فقط لا غير. الفيسبوك طبعا مفتوح على طول، ولكن الاسئله هيكون فيها وقت يعني عشان اقبل افتح الاسئله. يعني المهم افهمكم ده كل ده بعدين، ولكن مش عايزين نطول، يعني اعتقد احنا طولنا بما فيه الكفايه كده وقلنا كل حاجه عندنا ايه وايه الجروبات بتاعتنا وهنعمل ايه ان شاء الله، وكل حاجه انا قلتها لك دلوقتي. مش عايزين نقول كلام تاني كده، خلصنا ويلا بينا نتوكل على الله وبسم الله. بص يا باشا، هل تتوقع المدينه اللي انت شايفها الجميله ديت عماير وقصور وشركات وطرق وعربيات واضاءه وحاجات تانية كتير جدا، هل تفتكر كده ان الحاجه ديت حصلت في يوم وليله او حصلت من اللا شيء كده؟ اكيد يعني لا، بالعقل كده. فالحاجات ديت زي ما انت شايف، اكيد الارض ديت كان مكانها في الاول كانت حته صحراء جرداء ما فيهاش اي حاجه، فاضيه خالص كده على الحديده زي ما بيقولوا. استغل الموارد اللي عنده وقعد برضه يبني في حاجات ويعمر الارض. الموارد اللي عند الانسان انا عايز بس اكلمك برضه عليها كده على السريع، عشان لو حد ما يكونش عارفها. يعني ايه كلمه موارد؟ كلمه موارد يعني عوامل. يعني ايه عوامل؟ يعني عناصر برضه. يعني في عناصر بتكون موجودة عند الإنسان، زي مثلا بيكون عندي البترول والغاز الطبيعي والمعادن، دي بتكون موجودة في القشرة الأرضية، بتكون موجودة عندي، فالإنسان بيقدر يستغلها. الإنسان بيستغل الحاجات ديت ويعمل بيها الكلام ده كله. كل المعادن والحاجات ديت، البترول والغاز الطبيعي والكلام ده كله موجود تحت الأرض. فالموارد دي هي دي الموارد اللي عند الإنسان. طيب ليه سموها موارد اقتصادية؟ عايزك تعرف إن كلمة اقتصادية ديت لما تشوفها في دماغك كده تعرف إنها فلوس، يعني انتاج، يعني استهلاك، يعني توزيع، يعني شركات وكلام واستثمار والكلام ده كله. فيجي في بالك كلمة اقتصاد تعرف الكلام ده كله. انت اقتصاد ده يعني تيجي في دماغك كده انك هتاخد المورد دوت اللي هو مثلا الحديد، تمام، وتدخله فيه تعمل مصانع، وتدخله فيه المصانع ديت وتشكل الحديد دوت وتعمل منها مثلا سياخ او الحاجة اللي انت عايزها. فمعنى كده انت اخدت المورد الطبيعي اللي عندك، المورد اللي موجود المتاح عندك. وطبعا الموارد في موارد كتير هنتكلم عنها برضه، هديكم نبذه بسيطه عنها، ولكن خلينا بس في اللي احنا فيه دلوقتي. الموارد ديت هي اللي بتشكلها وتظبطها، وبعد كده بتكسب منها فلوس، بتبيعها وتدخلها مصانع وتطلع منها منتج شكل نهائي وتبيعها وبتدخل لك دخل. الموارد ديت عندي الموارد الاقتصاديه طبعا عندي في موارد كتير. في عندي موارد طبيعيه، ودي الحاجات اللي موجوده في الطبيعه اللي ربنا رزقها لك وما عملناش اي جهد يعني عشان نلاقيها، زي مثلا او عشان نعملها. يعني شبه ايه؟ شبه مثلا عندي البترول والغاز الطبيعي والمعادن والغابات والميه والارض وهكذا. وعندي برضو الموارد مش موارد طبيعيه
بس، انا عندي برضو من الموارد اللي بتساعدني اليد العامله، الايدي العامله. عندك مثلا الجهد البشري، والجهد البشري ممكن يكون يعني الحاجات دي مش عندك في المنهج، ولكن عايز افهمك الدنيا ماشيه ازاي. الايدي العامله دي من العوامل برضو، من الموارد، من العناصر، سميها زي ما تسميها. بتخش في المصنع، انت اللي بتشتغل وتطلع برضو منتج نهائي، بتشتغل انت في المصنع، فده برضو يعتبر من الموارد الاقتصاديه. فانا عايزك تعرف ان الموارد الاقتصاديه عوامل، تمام؟ الموارد الاقتصاديه عوامل بتشكلها وتظبطها، او عوامل بتساعدك انها تجيب لك فلوس. الجهد البشري، الايدي العامله هتساعدك وهتشتغل، سواء كانت عقليا يعني حد بيفكر لك، او جهد مبذول، جهد انت بتبذله، ده برضو بيدخل لك فلوس. عندك برضو من الموارد اللي موجوده عندك وهي الاموال. راس المال طبعا مهم جدا، وراس الاموال ممكن يكون عندك ادوات او معدات او بنيه تحتيه، والاموال اللي بتستخدم في عمليه الانتاج. كل دوت برضو بيساعدني في اني ادخل فلوس، فدي طبعا كلها من الموارد الاقتصاديه، يعني من العوامل اللي بتساعدني في ان يكون عندي فلوس، بيكون عندي اقتصاد وهكذا. عندي برضو ممكن التنظيم بيسموه مثلا رياده الاعمال، ورياده الاعمال دي انا شايفها من اهم الحاجات عندي. وهي يعني ايه رياده الاعمال ديت؟ والله رياده الاعمال ان الافراد هينظموا الموارد اللي عندي، هجيب افراد مثلا خبراء، تمام، وهينظموا الموارد اللي عندي ويعملوا لي خطط ويعملوا لي افكار وهكذا، عشان اقدر استخدم الموارد اللي عندي بشكل امثل، ويقدروا يخططوا لي مشاريع كويسه. فكل دي عندي من الموارد الاقتصاديه، يعني من العوامل اللي بتساعدني ان يكون عندي دخل او فلوس، زي ما اتكلمنا عنهم بالتفصيل. طيب، فدلوقتي احنا قلنا ان الانسان عشان يكون عنده مدينه زي ديت فاستغل الموارد الاقتصاديه اللي عنده. فلما استغل الموارد الاقتصاديه ديت احسن استغلال، بدا يبني، وما بدا يبني بقى عندي هنا تنميه. طيب يعني ايه بقى تنميه؟ التنميه زي ما انت شايف كده، احنا قلنا كانت حته ارض صحراء، بقى عندي مدينه كبيره بسم الله ما شاء الله. فالتنميه ديت هي زياده او تطور، او اي تقدر تسميها اي حاجه زي ما تسميها، تطور، تقدم، اللي انت عايز تسميه سميه، مفيش اي مشاكل يعني. وخلي بالك برضو ان من اهم اسباب التطور الحضاري واهم سبب عشان اي دوله تتطور هي جغرافيا التنميه، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل. وده اصلا كلمه جغرافيا التنميه، ده المنهج كله بتاعك حبيب قلبي بيتكلم عن جغرافيا التنميه. ولكن انا عايز اكلمك في كلمه التنميه ديت. يعني ايه التنميه؟ زي ما قلنا بقى عندي مدينه، فالتنميه ديت بتشير لعمليه تحسين وتطوير القدرات اللي عندي او الموارد. زي ما انا قلت بقدر استغل الموارد اللي عندي افضل استغلال، فانا بستغل الموارد اللي عندي او الظروف او اي بتنجان عندي في مجالات مختلفه. في اي مجال ممكن مثلا استخدم الموارد اللي عندي في الاقتصاد، ممكن استخدمها في المجتمع، اطور بها المجتمع، ممكن في التعليم، ممكن في الزراعه. يعني مثلا على سبيل المثال لو جيت قلت لك مثلا استخدمناها في يعني البشر كده، ننمي البشر. ازاي تقول ننمي البشر؟ زي مثلا عندك التنميه البشريه. انا قصدي بكده التنميه البشريه مثلا احنا بنقصد بيها انك بتقدر تحسن المهارات والقدرات البشريه عشان ترفع مستوى جوده الحياه. يعني ايه؟ يعني في التنميه البشريه، في دروس التنميه البشريه بيبقى في محاضر بيطلع يقول له متى تصحى؟ انت تصحى الساعه 10 صباحا، مش عارف صباحا ولا مساء، ودي يقعد بقى يأنبه بقى، انت لازم تشتغل، انت لازم تعمل ايه، انت لازم تبطل ده، انت لازم تعمل ده. يحاول يغيره، يحاول يديله نصايح ويحاول يفيده. فهي دي التنميه البشريه، انك بتغير العادات اللي عندك، بتحسن المهارات بتاعتك والقدره بتاعتك عشان ترفع مستوى جوده الحياه، عشان يكون عندك حياه كويسه. ومثلا ممكن اقول لك برضو لو استخدمنا الموارد ديت في الاقتصاد، فهيبقى عندي تنميه اقتصاديه وطورت في تنميه اقتصاديه. يعني ايه تنميه اقتصاديه؟ يعني والله انت هتحسن وهتزود الانتاج والموارد الاقتصاديه في المجتمع بتاعي. فالتنميه ديت مفهوم سهل جدا، ولكن يعتبر المنهج كله زي ما قلت لك بيتكلم عن التنميه، فحبيت اديك نبذه بسيطه عنها كده. فالتنميه ديت انت بقى عندك موارد اقتصاديه قعدت تستغلها، وبقى عندك تنميه، بقى عندك مدينه، بقى عندك عربيات، بقى عندك اضاءه، بقى عندك اساليب وتكنولوجيا وحاجات جديده. التنميه تعال اخدك كده في قصه كده بسيطه صغيره على السريع كده اهوت. يعني يا ريت كده تركز في القصه دي كويس، يعني يا ريت يا ريت يا ريت. بسم الله. بص يا سيدي، كان يا مكان ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام.
كان عندي مفهوم اسمه التنمية. التنمية ديت عدت بمراحل كتير قوي، هنتكلم عليهم نبذة كده ايه على السريع. يعني اول حاجة مفهوم التنمية دوت ظهر في علم كان اسمه علم الاقتصاد، فبقى عندي مفهوم جديد وهو اسمه كان عندي تنمية ودخل في علم، ظهر في علم الاقتصاد، هيبقى اسمه ايه؟ تنمية اقتصادية. جميل جدا. ده كان هدفه انه يستثمر الموارد الاقتصادية اللي موجودة عندي، واحنا اتكلمنا وقلنا موارد اقتصادية يعني ايه؟ الموارد الاقتصادية الموجودة في الدولة وحسن توزيع عائدها، يعني الدخل اللي هتدخله لي، يعني الدخل اللي هتدخله لي الموارد ديت اقدر اوزع تحسين، يعني حسن التوزيع بتاع العائد بتاعها، تقدر توزع كويس على الدولة. وتطور المفهوم دوت لحد ما اشتمل على الجانب البشري. طيب تنمية ما دام دخلت في جانب بشري يبقى عندي حاجة اسمها ايه؟ اسمها تنمية بشرية. برافو عليك. فالتنمية البشرية ديت بقى ركزت على حياة الافراد زي ما انا لسه قايل لك دلوقتي ومستوى المعيشة بتاعتهم. ومع مرور الوقت حبيب قلبي وتزايد الوعي، الناس بقى عندها وعي عند الدول والهيئات والمؤسسات وافراد الدولة، بقى عندهم وعي بقضايا البيئة والمجتمع. عرفوا ان البيئة مهمة جدا، لازم نحمي البيئة ولازم نعمل حاجات كتير قوي، لان الحاجات اللي احنا بنعملها احنا عمالة نعمل تنمية، ولكن مش واخدين بالنا بالاثار الجانبية والاضرار البيئة دي. انت عمالة تعمل عربية وعمالة ومصانع والكلام ده كله، انت مش واخد بالك من الاضرار والمخلفات اللي المصانع بترميها في المية والدخان اللي بيطلع منها الملوث اللي بيأذي الجو، وما خدتش بالك من العربيات برضو اللي بتطلع دخان، ويعني كل ده تلوث بالبيئة. فبدأ الوعي يزيد عند الناس دي كلها بقضايا البيئة والمجتمع. فظهر عندي مفهوم جديد هنا، وده ثالث مفهوم، وكان اسمه التنمية المستدامة. التنمية المستدامة دي بقى كان معناها انك تكفي احتياجات الافراد اللي موجودين دلوقتي، تكفي الاحتياجات بتاعتهم. يعني مثلا ده عندي مثلا 20 طالب هنا، عندي مثلا طلاب هنا كتير، عندي هنا كتير، انا عايز اعمل مدرسة، عايز اصنع عربيات، اعمل، لا انا هكفي كل الاحتياجات بتاعتكم، ولكن بدون الاضرار بحقوق الاجيال المستقبلية. يعني ما تضرش الاجيال اللي في المستقبل، يعني ما تقعدش تستخدم مثلا المعادن اللي موجودة في الارض، لان دي حاجات مش بتتجدد، حاجات في كميات معينة محددة في الارض، فانت ما تقعدش تستخدمها تفرط فيها بسهولة كده عادي جدا وتأذي الاجيال المستقبلية. فده معنى التنمية المستدامة، انك هتستخدم الحاجات اللي موجودة وهتكفي الاحتياجات بتاعة الافراد اللي عندك، ولكن مش هتضر الاجيال اللي جاية. وبكده الحمد لله احنا يعتبر اتكلمنا في يعني حاجة بسيطة كده، هو فهمتك يعني ايه تنمية، يعني ايه موارد اقتصادية، يعني ايه التنمية البشرية، يعني ايه الكلام ده كله. فهمتك، اديتك نبذة بسيطة عن التنمية. بص حبيب قلبي، ما دام انت فهمت وركزت في الجزء اللي فات ده، فانا عايز اطمنك قوي واقول لك ان اللي جاي سهل، اللي جاي سهل جدا. انا عارف ومعاك ان جغرافيا تانية ثانوي تكاد ان تكون اصعب من جغرافيا تالتة ثانوي. انا مش عايز اخوفك، ولكن انت لو فهمت وركزت في اللي انا بقوله دوت، انت يعتبر انت لو ركزت في الكام كلمه اللي فاتوا دول، فانت يعتبر المنهج في جيبك، لان المنهج كله بيتكلم عن التنميه. فانت ما دام فهمت يعني ايه تنميه ويعني ايه موارد اقتصاديه وايه الدنيا ديت، انا حبيت ازود لك شويه معلومات عشان تبقى فاهم الكلام اللي جاي كله، ويكون مفيش اي درس يكون عندك مشكله فيه. فالمقدمه دي مقدمه لولبيه، يا ريت بقى تركز في اللي جاي، عشان احنا دلوقتي نبدا في الدرس، نبدا نخش الدرس. بص بقى حبيب قلبي كده اهوت، عايزك تركز معايا. عندك ادي الوحده الاولى وديت الوحده الثانيه. الوحده الاولى عندنا بتتكلم على درسين فقط لا غير، والوحده الثانيه بتتكلم على 3 دروس. لو تيجي كده نشوف العنوان كده على السريع، الوحده الاولى عنوانها مدخل الى جغرافيا التنميه، تمام. بعد كده اهوت لما نبص على الوحده الثانيه بتتكلم عن جغرافيا الايه، جغرافيا برضو التنميه، تمام. فلو تعرف يعني لو تاخد بالك كده اهوت ان الاثنين بيتكلموا عن جغرافيا التنميه وموارد البيئه يعني وهكذا، ولكن المصدر او الحاجه الاساسيه هي التنميه، تمام. الوحده الاولى درسين. تعالى كده نبدا ان شاء الله دلوقتي في اول درس، هو بعنوان جغرافيا التنميه ومجالاتها. بص هنا بس كده ايه على السريع كده اهوت، هنا بعد كل وحده في بنك اسئله هطلب منكم تحلوه، كل ده باذن الله نحلوه يا شباب. امتحانات الشهريه هتتحل، اسئله الاسترشاديه بتاعت كتاب المدرسه هتتحل، اختبارات كتاب الامتحانات هتتحل ان شاء الله، كل ده باذن الله هيتحل. امتحانات بعض اداره المحافظات هيتحلوا، وكل ده باذن الله هيتحل. تعالى كده بقى ايه ننزل كده اهوت ونشوف الدرس بتاع النهارده بيتكلم عن ايه. ادي الوحده الاولى، ادي اول درسين. تعالى كده نشوف الدرس الاول بيتكلم عن مدخل الى جغرافيا التنميه. بسم الله. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي ادرك العالم خلال العقود الثلاثه الماضيه ان نموذج التنميه السائده، التنميه الاقتصاديه في معظم الدول، ترتب عليه
ازمات بيئيه خطيره. يعني بيقول ايه الراجل ده؟ يعني بيقول لي والله العالم عرف في العقود الثلاث الماضيه، يعني في ال30 سنه الاخيره، وعشان تعرف تفرق ما بين العقد والقرن والألفية، الدرس اللي قبل ده على طول اللي هو أول درس نزلته الترم دوت، وهو كان فيديو بشرح فيه بفصلهم بالتفصيل حوالي مدته ربع ساعة الفرق ما بين التلاتة، وازاي ما يديك كلام كده هو تحويل الأرقام والعكس صحيح. فالفيديو ده مهم جدا لأي حد في أي صف دراسي، سواء جغرافيا تاريخ في أي مادة، لأن الحاجة دي مهمة جدا حتى في الكلية هتفيدك بإذن الله. بيقول لي عرف العالم في ال30 سنة اللي فاتوا دول إن نموذج التنمية المنتشر اللي هو السائد، يعني اللي هو التنمية الاقتصادية في معظم الدول ده ترتب عليه او ادى ذلك الى يعني ازمات بيئية خطيرة. يعني في ال30 سنة اللي فاتوا نموذج التنمية اللي كان منتشر اللي هو التنمية الاقتصادية في معظم الدول ترتب عليه ازمات بيئية خطيرة. زي ايه؟ قال لك منها اول حاجة، تعالى كده نشوف بقى ايه واحدة واحدة كده، صلي على النبي. اول حاجة تقلص مساحة الغابات. يعني ايه؟ يعني نقص مساحة الغابات. طيب مساحة الغابات، خلي بالك، عايز اقول لك بس كده على السريع، خلي بالك من كل صوره بيحطها لك، من كل كلمه بيكتبها لك، من كل حرف، من كل بتنجان. ليه يا عم البتنجان انت؟ عشان كل حاجه، كل صوره ممكن احط لك عليها كميه اسئله لا تحصى ولا تعد. يعني صوره زي ديت بتاعت الغابات ممكن احط لك عليها بما تفسر وما النتائج، غير ده سؤالين كده صريحين، غير يعني ممكن احط لك كميه اسئله اخطر يعني كتير جدا. فالصوره تخلي بالك منها، لان بشوف بعض المدرسين في الشرح بتاعهم بيقول لك الحاجه وخلاص، نقص مساحه الغابات وكده اهوت ويعدي لك الدنيا. لا، انت دلوقتي يا حبيب قلبي الدرجه بتاعتك كانت من 30 بقت من 60، فلازم تركز في الماده بتاعتك كويس، لازم تهتم وتفهم كويس، ما تبقاش حمار بصمجي. ما تعصبونيش، ما تعصبونيش، ان انا بتعصب يعني ايه بتفتف كتير والتابلت ما تنقطنيش يا اخي. فبيقول لي هنا ايه تقلص مساحه الغابات، يعني نقص مساحه الغابات. طيب امستور، نعم حبيب قلبي، ليه مساحة الغابات نقصت؟ والله بص حبيبي، في اسباب كتير تخلي مساحه الغابات تنقص. طيب زي ايه؟ والله زي مثلا التوسع الزراعي، يعني مثلا بيحرقوا الغابات وهكذا، ويشيلوا الغابات ويقطعوا الاشجار عشان يعملوا توسع زراعي، عايزين يزرعوا محاصيل زراعيه. ممكن بسبب بيقطعوا الاشجار بسبب مثلا اغراض تجاريه، عايزين مثلا يعملوا اساس ومراكب والكلام ده كله سفن، ويصنعوا الورق، صناعه الورق. ممكن برضو توسع عمراني، انا لو دخلنا في عزبه ممكن دي مش هنطلع النهارده. فممكن حاجات كتير قوي، استخراج ممكن موارد طبيعيه، ممكن بسبب الحرائق المتعمده، بسبب حاجات كتير جدا. اما الغابات دي بدات تقل، ده ادى الى ايه؟ والله ادى عندي لاثار سلبيه كتير جدا، زي مثلا فقدان التنوع البيولوجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله الغابات مساحتها بتنقص والاشجار بتتقطع، ففي بعض الحيوانات بيبقى عايشه في اماكن يعني محدده، فالحيوانات ديت بتنقرض، بيبقى مهدده بالانقراض، فمساحه الغابه قلت، يبقى حيوانات كتير هتبدا ايه؟ تهدد بالانقراض. فعندي حته يعني مهدده بالانقراض، يعني فقدان التنوع البيولوجي، يعني مفيش حيوانات متنوعه كتير، الحيوانات بتبدا تقل. ممكن برضو اما اشيل غابات كتير، الغابات مساحتها تبدا تقل. ممكن كمان يحصل عندي تغير في المناخ، لان انت عارف ان الاشجار ديت بتديني اكسجين وبتاخد ثاني اكسيد كربون وهكذا وحاجات كتير يعني. وكمان ممكن بسبب الحرائق اللي بتحصل وبسبب حاجات كتير ممكن يحصل عندي تدهور في جوده الهواء والميه، برضو بيحصل تلوث للاتنين مع بعضهم يعني. تاني حاجه عندي وهي الفيضانات المدمره. طيب الفيضان هيحصل بسبب ايه؟ والله لو انت ذكي يعني تربط اللي قبله يعني الحاجه الصوره باللي قبليها، يعني ممكن كل حاجه من ديت انت تقدر تربط الكلام ده كله ببعضه، تمام؟ ولكن يعني طالب منك حاجه بسيطه جدا يا حبيب قلبي، وهي تشغل مخك اللي بقاله فتره كبير ما اشتغلش، وقاعد ونايم على السرير ومتغطي وما بتعملش اي حاجه ولا اي بتنجان. حياه النبي محمد دي اللي تجيب لي جلطه. فيعني ركز معايا شويه، ازاي اربطها بالصوره اللي قبليها؟ بص يا حبيب قلبي، مساحه الغابات قلت، صح. يعني انت عارف ان الاشجار ديت الجذور بتاعتها بتمتص الميه، صح. طب انت شلت الاشجار ديت، يبقى مفيش حاجه تمتص الميه. ايه بدات تفهم ولا؟ ذكي، انت ذكي وذواق. طيب ماشي، الاشجار ده اما اتشالت ايه اللي حصل؟ بقى في مساحه كبيره فاضيه. يعني ايه اللي هيحصل؟ طبعا في مساحه كبيره فاضيه هيبقى في هواء. يعني ايه برضو؟ وضح. يعني هيبقى في عندي تعريه. طب لما يحصل تعريه التربه يبقى فيها تعريه كده اهوت، والميه تنزل، اما الميه تنزل هتبقى في تعريه، يعني مفيش اي حاجز يمنع الميه، فهيحصل عندي فيضانات.
تمام. شفت ده ربطته بده وده ربطته بده وكله تقدر تربطه، وفي اسباب كتير برضو الفيضانات ممكن برضو بسبب العنصر اللي على الشمال دي بسبب الحراره. طب ازاي بسبب الحراره؟ والله لو في حراره عاليه بسبب برضو تقلص مساحه الغابات، في حراره عاليه فحراره عاليه الميه هتبدا تتبخر ويبدا تكثف يعني السحب وهكذا وتبدا تنزل وتعمل لي عندي فيضان. فكل حاجه يعني تربطها باللي بعديها واللي قبلها كده يعني شغل مخك شويه. هنا بيقول لي برضو من الازمات البيئيه اللي سببتها التنميه الاقتصاديه وهي فقدان التنوع البيئي زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي. تمام. قلنا بسبب مساحه الغابات، بسبب الحراره عاليه بيحصل جفاف، الحيوانات دي بتموت. وممكن الصوره اللي بعد كده بيقول لي ارتفاع درجه حراره الارض. ارتفاع درجه حراره الارض بسبب ايه؟ والله ممكن بسبب المصانع، بسبب العربيات، الدخان اللي بيطلع منهم دوت، والحاجات اللي بتترمى في الميه، والحاجات اللي ما يعلم بقى الا ربنا ديت، والثاني اكسيد الكربون اللي بينتشر بلا ما يعلم بقى الا ربنا يا ابني، والله ربنا يعافينا. تاني ولا خامس صوره ديت بيقول لي نفاذ الموارد غير المتجدده. بص يا حبيب قلبي، في الموارد الطبيعيه، في موارد متجدده وفي موارد غير متجدده. يعني ايه متجدده؟ يعني بتتجدد، تمام، يعني على فترات زمنيه بتتجدد، لكن في موارد ما بتتجددش، هي موجوده في الارض بكميات معينه. زي ايه مثلا؟ زي الحديد، زي المعادن. فالمعادن موجوده بكميات محدده، فانت لازم تاخد الاحتياج اللي يكفيك فقط وتسيب الباقي للاجيال المستقبليه، وده اسمه التنميه المستدامه، اللي هو يكون عندك تنميه على طول، مش تقعد بقى تاخد اللي في الارض تاخد وتعمل تنميه دلوقتي وتخربها وتقعد على تلها، وبعد كده ما تلاقيش اي حاجه تعملها، والعيال تيجي يا عيني وما يلقوش اي حاجه يعملوها ولا اي حاجه ياخدوها من الارض وياخدوا على قفاهم، ويقعدوا يدعوا عليك بقى بعد كده ومحدش هيفتكرك بالخير بعد كده. حاج الورش ده مش الراجل اللي نافر والاتنين الحريمه بيتحاسبوا نفر؟ ايوه نعم. طب كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا وما تقدرش؟ شرع ربنا يا ويلي، شرع ربنا تبوظ شرع ربنا انت عشان ما ياخدوش حقهم، عاوز تاكلهم يعني. فكله يعتبر مرتبط ببعضيه، والتنميه المستدامه دي هنتكلم عنها ان شاء الله دلوقتي بالتفصيل. طيب هنا برضو بيقول لي تلوث الميه والهواء. زي ما اتكلمنا تلوث الميه بيبقى عندك حته مصنع يبدا بقى يرمي المخلفات بتاعته يا اما في الميه، والدخان بقى بيطلع في الهواء، فكله بيتلوث، بيبقى عندي تلوث في الميه وتلوث في الهواء، الاثنين مع بعض توجذر يعني. طيب بيقول لي اما حصل عندي بقى ازمات بيئيه والكلام دوت بسبب التنميه الاقتصاديه السائده، بيقول لي دوت دفع الى الدعوه الى نموذج تنموي بديل يعمل على تحقيق الاهداف التنمويه وحمايه البيئه. يعني ايه؟ يعني احنا هنعمل اهداف تنمويه، يعني اللي هو احنا هننمي الدنيا وهنعمل 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 وهنعمل، ولكن هنحمي البيئه. تمام. ده اللي الناس بدات تدعو اليه، يعني اعملوا التنميه اللي انتوا عايزينها ولكن احموا البيئه، بلاش تخلف. طيب واستدامتها وحمايه البيئه واستدامتها، وهذا ما تتبناه جغرافيا التنميه اللي هو عنوان المنهج كله. فاحد الفروع الحديثه للجغرافيا البشريه موضوع دراستنا هذا العام. عايزك تعرف هنا حاجه بسيطه حبيب قلبي، وايه هي؟ بص بقى، جغرافيا التنميه احد الفروع الحديثه للجغرافيا البشريه. طب هل دي مهمه؟ طبعا مهمه جدا. طب ليه مهمه جدا؟ عشان انت عندك الجغرافيا فيها فروع كتير قوي وحاجات كتير قوي، عندك منهج اصولي وعندك منهج اقليمي، وعندك بلا ما يعلم عندك جغرافيا طبيعيه وجغرافيا بشريه وجغرافيا مع خرائط واستشعار، وكل واحده بقى فروع بلاوي ما يعلم بقى ربنا حبيب قلبي. احنا لو اتكلمنا النهارده لبكره مش هنخلص، فتعالى كده عايزك بس تعرف الحته دي كده على السريع، ان الجغرافيا التنميه من الفروع الحديثه اللي انضافت للجغرافيا البشريه. تمام. تعالى بقى نخش ونشوف الدرس بيقول ايه. احنا كل ده بنتكلم في حته مقدمه بسيطه صغيره. طيب بسم الله، الدرس الاول اهو بيتكلم عن جغرافيا التنميه ومجالاتها. يعني تعالى كده نشوف الدنيا بتقول ايه، وهل الدنيا سهله، وهتلاقيها الدنيا يعتبر احنا خلصنا المنهج، احنا خلصنا الدرس ده كله، ولكن هتعرف دلوقتي برضه. اول حاجه هنا بيتكلم عن مفهوم التنميه بتطوره. لو تاخد بالك هنا بيقول لي بدا مفهوم التنميه في الظهور بصوره واضحه في الستينات من القرن العشرين. كده استنى بقى كده، قال لي في الستينات، اكتب 60 اهو، من القرن العشرين، ستينات من القرن العشرين يعني 19. شفت الدنيا سهله وجميله ولطيفه وظريفه ازاي؟ ولكن هقول لك تاني، اتفرج على الفيديو اللي فات عشان مش كل لما يقول لك قرن 20 تكتب لي 19. بيقول له قد مر بعده مراحل كما يلي. اول حاجه بدايه برز مفهوم التنميه في علم الاقتصاد. مستر الحته ده اللي انت كنت قلتها في المقدمه في الاول وعماله ترغي وتحكي فيها كده، شفت بقى؟ شفت انا اديتك حته مقدمه لولبيه، يعني جبت لك الدنيا في شوال. فتعالى بقى نقرا الدنيا دي قرايه. بيقول لي اول حاجه
بداية برز مفهوم التنمية في علم الاقتصاد بهدف استثمار الموارد الاقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائدها. يعني الدخل اللي هيخش لي ازاي اقدر اوزع الدخل ده كويس على يعني ايه ازاي اقدر اوزعه كويس، يعني تعمل بيه مدارس ومستشفيات والكلام ده، تقدر تحسن التوزيع بتاع العائد بتاع الموارد الاقتصادية يعني، وهو ما يمثل التنميه الاقتصاديه. تمام قلت لك التنميه الاقتصاديه يعني ايه، واتكلمنا في الكلام ده في الاول وظبطت لك الاداء عشان لما تيجي هنا تبقى عيل فاهم، انسان فاهم، مش انسان بصمجي. هنا في رسم هنا على الشمال بيقول لي تنميه اقتصاديه بشريه مستدامه. لو تفتكر ان في اول الفيديو قلت لك ان اول حاجه ظهرت التنميه في علم الاقتصاد سموها ايه؟ سموها تنميه اقتصاديه. طيب بعد كده دخلت في حوار البشر ومش عارف ايه كده فسموها تنميه بشريه. بعد كده قلت لك الدنيا بداوا بقى يهتموا بقضايا البيئه، المؤسسات والمجتمعات والافراد. لا يا عم الحاج احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجي لنا. وقعدت ارغي كده شويه كتير وقلت لك يعني تنميه مستدامه اللي هو قلت لك يعني تكفي الحاجه بتاعت الناس اللي عندك، ولكن يعني هتكفيهم ولكن مش هتضر الاجيال المستقبليه. طيب تعال نشوف اللي بعده كده بيقول لي ايه. هنا بيقول لي مثال قيام الدوله بانشاء العديد من المصانع بهدف استثمار الموارد الطبيعيه. جميل جدا ماشي. هنا بقى بيقول لي ثم تطور مفهوم التنميه والتسع ليشمل الجانب البشري الذي يركز على قدرات الفرد ومستوى معيشته مما يمثل التنميه البشريه الى جانب التنميه الاقتصاديه. ده كل ده لسه قايلينه. شفت يا ابني عشان تعرف بس ان العلم يعني حاجه جميله. بعد كده بيقول لي البشر هم الثروه الحقيقيه لاي امه وتقدر الامم بما تمتلكه من طاقات بشريه مؤهله ومدربه وقادره على التكيف والتعامل مع اي جديد بكفاءه وفعاليه. بص يا حبيب قلبي اتكلمنا عن الكلام ده في الترم اللي فات لو تفتكر السنه الاولى الترم الثاني، اما قلت لك البشر هم اهم حاجه وهم الدنيا، هم اللي مسيطرين، هم الاساس والباقي كله شنط وكاس، واتكلمنا وهرينا كتير قوي. فالبشر هم اهم حاجه. يعني ايه برضه اوضح لك مثال. لو انت عندك ناس كتير قوي ما اهتمتش بيهم، ما دربتهمش، ما عملتهمش مدارس ولا اي بتنجان ولا اي حاجه خالص، هل هيطلعوا هيفيدوك؟ لا مش هيفيدوك. هيبقى عندي بطاله وعندي جرايم وعندي عشوائيات وعندي بلاوي ما يعلم بها الا ربنا. لكن لو انت استغليت البشر والايدي العامله دي كويس ودربتهم واهلتهم اللي هو تنميه بشريه يعني، وظبطت الاداء، فهيبقى عندك الدنيا تبقى جميله والدنيا حلوه. بعد كده انا بيقول لي مثال قيام الدوله باقامه مساكن وحدات صحيه للعاملين ومدارس لابناء العاملين. شفت الدوله يعني بدات تهتم هي بالناس ديت عشان تقدر تستفاد من الايدي العامله اللي عندها. هنا بقى بيقول لي مع تزايد الوعي للدول هو لسه قايل لك الكلام ده كله والافراد بقضايا البيئه والمجتمع ظهر مفهوم جديد هو التنميه المستدامه، ويعني تلبيه احتياجات الجيل الحاضر دون التضحيه او الاضرار بحقوق الاجيال القادمه. انا هكفيك، عايز مصنع عايزين مصانع هعمل لكم مصانع، عايزين مدارس هعمل لكم، عايزين اي بتنجان هعمل لكم اي بتنجان انتوا عايزين، ولكن مش هنضر بالاجيال اللي جايه. خد اللي يكفيك فقط لا غير. التنميه المستدامه دي بقى بتهدف الى ايه؟ يعني ايه الهدف بتاعها؟ بتسعى الى ايه؟ والله قال لي تهدف او تسعى التنميه المستدامه الى اول حاجه الوفاء بحاجات البشر مع الحفاظ على الموارد البشريه والطبيعيه. يعني الحاجات اللي انتوا عايزينها انا تحت امركم، عينيا ليكم تمام، ولكن مش هضر الاجيال المستقبليه يعني الاجيال اللي جايه. تمام. يبقى اول حاجه الوفاء بحاجات البشر مع الحفاظ على الموارد اللي عندي. بعد كده تاني حاجه محاوله الحد من التدهور البيئي. يعني ايه؟ يعني انا هعمل لك اللي انت عايزه، مصانع والكلام اللي انت عايزه، ولكن بتهدف برضو الى ان تقلل التدهور البيئي، يعني تقلل التلوث اللي موجود في البيئه بسبب المصانع والعربيات اللي بتطلع غازات ما يعلم بها الا ربنا ديت، والابخره المقرفه ديت، والمصانع اللي بترمي حاجات في الميه. فهي بتهدف التنميه المستدامه للاثنين، تكفي الاحتياج بتاعك ولكن تحافظ على البيئه برضه. ولتحقيق اهداف التنميه المستدامه عشان تحقق الحاجات اللي احنا لسه قايلينها ديت، لازم التوصل الى التوازن بين التنميه الاقتصاديه والبشريه من جهه، واداره الموارد وحمايه البيئه من جهه اخرى. يعني عشان تحقق الحاجات ديت لازم يكون عندك توازن بين التنميه الاقتصاديه والبشريه، يعني تكون مدرب الايدي العامله اللي عندك، يكون عندك فلوس، يكون عندك الكلام ده كله، ويكون عندك مصانع والكلام، تهتم بكل ده. ولكن اما تهتم بالحاجات ديت تهتم برضو باداره موارد البيئه وحمايه البيئه، يعني تهتم تحط اساليب تدخل تكنولوجيا جديده في المصانع بحيث ان تحمي البيئه من الابخره والغازات السامه اللي بتطلع من المصانع ديت، وتحمي برضو يعني من التلوث اللي بيطلع في الميه، الحاجات اللي بيرموها مثلا الميه الملوثه اللي بيرموها في الانهار وهكذا. يعني هي عايزه تقول لك ايه؟ طور واعمل اللي انت عايزه، اهتم ودرب العمال اللي عندك، ابني مصانع، اعمل اللي انت عايزه تمام، ولكن في المقابل اهتم برضو انك تحمي البيئه بتاعتك، ما تلوثش البيئه. بيقول لي مثال تاني قيام الدوله بادخال التكنولوجيا في المصانع لحد من التلوث واعاده تدوير المخلفات والاهتمام بالتشجير.
الاهتمام بالتشجير يعني بداوا يزرعوا اشجار وهكذا. طب الاهتمام بالتشجير ثواني برضه عايز اقول لك حاجه على السريع. انت عارف ان الاشجار بناخد منها ايه؟ الاكسجين، وبتاخد هي ايه؟ ثاني اكسيد الكربون. فانت الاشجار حاجه مهمه وحاجه مفيده جدا. المساحات الخضراء يا شباب مهمه جدا. اي حاجه هتخشها يعني حاجه نظيفه كده هتخشها هتلاقي حواليها كميه مساحات خضراء كبيره، لانها يعتبر يعني حاجه جميله ولطيفه وظريفه كده. هنا بقى بيقول لي مما سبق نستنتج ان مفهوم التنميه قد تطور واصبح يعني. تعال نشوف بقى يعني ايه. قال لي اول حاجه جهود. تعال كده ايه يعني واحده واحده. التنميه هي جهود منظمه، يعني جهود حاجه انا ببذلها، جهود ببذلها ولكن الجهود ديت منظمه. يعني انا ما بقعدش اعمل هبل في الجبل زي ما بيقولوا، لا انا بعمل الحاجه الخطوه اللي انا بعملها ببقى منظم لها الاول. يعني ما يجيش واحد مثلا عايز يعمل مصنع يلا يجيب بقى شويه عمال ويلا عايزين نعمل مصنع، لا ما بيحصلش كده. يقعد بقى بيبقى دارس كل حاجه هو هيعملها. انا هعمل ده الاول، هعمل الاساس، هعمل ده هعمل ده هعمل ده، هبيع ايه كل حاجه في المصنع بتكون الجمهور الدنيا اللي هيبيع لها، التسويق وكل حاجه بيكون مدروس ليها. تمام. فالتنميه هي جهود منظمه بتبذلها اي دوله وفق تخطيط مسبق. زي ما قلت لك حاجه بتبقى منظمه ليها تخطيط بيخططوا لها الاول، مش اي بتنجان بيعملوه هو، وفق تخطيط مسبق. تمام. للتنسيق عشان ينسقوا بين الامكانيات البشريه والموارد الطبيعيه. يعني بتنسق ما بين الامكانيات البشريه الايدي العامله اللي عندك والناس اللي عندك والموارد الطبيعيه، يعني توازن الاثنين مع بعضهم. وانا مش قلت لك من شويه عشان تعمل تنميه مستدامه لازم اللي تاخده يكفي الافراد بس، يعني الموارد اللي انت تاخدها تكفي الافراد اللي عندك. يعني ما تقعدش تاخد كده ايه والله ده ايه ده في مثلا حديد كتير وانت مثلا انت محتاج يعني مثلا عندك في الارض مثلا 90% حديد. حلو انت محتاج 10% ولكن انت لقيت 90%. ما تقولش بقى ايه انا اخدهم كلهم 90% حلوين، لا تبقى غبي وحمار وبقره وما بتفهمش. انت نموذج حقير. صح، انا فعلا حكيت. تمام. فانت تاخد اللي يكفيك بس. فهو بيقول لك هنا وفق تخطيط مسبق للتنسيق بين الامكانيات البشريه والموارد الطبيعيه. انا هنسق واشوف الامكانيات البشريه اللي عندي قد ايه والموارد الطبيعيه عشان يعني يعني البشر محتاجين ايش، واواظب او انسق اعمل معادله كده اوازن الاثنين مع بعضيهم بقصد تحقيق اعلى مستويات الدخل القومي. اهو بص زي ما قلت لك انت هتاخد اللي على قدك اللي هيكفيك، وبكده انت هتعمل اعلى مستويات الدخل القومي. يعني الدخل القومي يا شباب الدخل اللي بيخش الدوله، الفلوس اللي بتخش الدوله، الدخل القومي. وهتحقق كمان الرفاهيه الاجتماعيه. يعني انت خدت اللي انت عايزه والدنيا بقت جميله، وما خدت اللي انت عايزه فقط لا غير بقى كفاك وبقى فيه زياده، الربح بقى فيه ربح زياده وربح فائض، فبالتالي الدوله هتبدا تعلي الاجور بتاعه الموظفين وهكذا. فانت انت اعمل تنميه واعمل مصانع وجيب فلوس اللي انت عايزها حبيب قلبي، ولكن على قد الايدي العامله قد اللي عندك. يعني ايه اعمل موازنه كده على قد اللي عندك، ما تقعدش تعمل وتعمل. يعني مثلا ما يجيش دوله صغيره عايزه مصنعين مثلا، الايدي العامله اللي فيها تكفي مصنعين، ما تقعدش انت بقى تبني لي في كميه مصانع وتبني لي لا كده انت تبقى غبي. انت اسمك عندك مصانع كتير ولكن ما فيش ايدي عامله تشغلها، فيعني ما فيش معادله. فكل دوت بيبقى حاجات بيتخطط لها الاول، جهود منظمه زي ما قلنا ما بين الامكانيات البشريه والموارد الطبيعيه. واما انا اعمل كده اوافق الاثنين مع بعضيهم هحقق اعلى مستوى في الدخل. ولما يبقى عندي دخل قومي يعني دخل فلوس كتير قوي هيبقى عندي رفاهيه اجتماعيه. يعني ايه؟ يعني الدوله هتبدا تعلي الاجور بتاعه المجتمع بتاعه الافراد اللي بيشتغلوا دول، وكمان هتبدا تبني لك بقى الحاجات اللي انت عايزها، المنتزهات والكلام ده كله، تبقى فيه يعني رفاهيه اجتماعيه زي ما بيقولوا كده اهوت. على الحفاظ على الموارد الطبيعيه، يعني انت كده حققت رفاهيه اجتماعيه وظبطت الدنيا وكله اشتغل وكله بياخد فلوس وحققت اعلى معدلات في الدخل القومي ورفاهيه اجتماعيه، ولكن برضو في الجانب التالي انت حافظت على الموارد الطبيعيه اللي عندك ما اهدرتش فيها، اللي هو ترشيد الاستهلاك. هنا بقى بيكلمني عن مبادئ التنميه، دي تاني حاجه عندي. يعني ايه مبادئ التنميه؟ يعني الاساس بتاعك. يعني مثلا اجي مثلا اكلم واحد اقول له ايه المبادئ بتاعتك؟
هيقول لي الحمد لله الجدعنه الاصول، ما جيش على حد، فاهمني؟ المبادئ بتاعته اللي هو ايه، عارف اللي هو ثابت على المبدا ثابت كده، تمام؟ فايه بقى المبادئ بتاعت التنميه اللي ماشيه عليها، اللي قايمه عليها، اللي متاسسه عليها الحاجه اللي بتعملها، الاساس بتاعها؟ قال لي والله ترتكز التنميه على 3 مبادئ اساسيه رئيسيه. ايه هم؟ اول حاجه الشموليه، تاني حاجه تعالى كده نكتب، تعالى. اول حاجه الشموليه، تاني حاجه التكامل، تالت حاجه الاستدامه. حلو. طيب الشموليه باينين من اساميهم كده، الشموليه يعني بتشمل كل حاجه، الكل قشطه، الكل كده مع بعضيهم. التكامل يعني ده بيكمل ده. حط في دماغك كده ان مثلا انا وانت احنا الاتنين بنسلم على بعضينا، يبقى احنا كده بنكمل بعض. يعني مثلا هشرح لك بالتفصيل برضه. بعد كده عندي الاستدامه زي ما قلتها، اللي هو حاجه انت تستنفع بها دلوقتي ولكن ما تهدرش فيها، وتستنفع بها برضه بعدين الاجيال اللي جايه برضه تستنفع بيها. طيب ما تيجي كده ايه نعرف كل حاجه بتقول ايه. اول حاجه عندي الشموليه، يجب ان تشمل التنميه كل جوانب الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. يعني عايز يقول لك ان عشان تعمل تنميه لازم تعمل في كل حاجه، تمام؟ التنميه دي تعملها في كل حاجه، عشان يبقى عندك تنميه لازم تنمي كل حاجه. السياسه اول حاجه بيقول لك الجوانب الحياه السياسيه، يعني يبقى عندك نظام حكم كويس، يبقى عندك عداله اجتماعيه، يبقى عندك نظام ديمقراطي. يعني ايه ديمقراطي؟ يعني تسمح اللي يتكلم، يعني اللي هو حق الراي مثلا، ده عايز يتكلم، اللي عايز يتكلم يتكلم، المشوره، تاخد الراي اللي حواليك مثلا، يبقى في عدل، يبقى في مساواه، يبقى تسهل مثلا الحاجات الاجراءات اللي بتتعمل مثلا لكل حاجه، يعني تسهل الدنيا، تمام؟ دي الامن والامان، كل ده جوانب الحياه السياسيه هي اللي بتهتم بيه. طب الحياه الاقتصاديه بقى زي ما قلت لك، الاقتصاد يعني بيزنس، فلوس، ماني. تبدا بقى تهتم بالمصانع، تهتم بالشركات، تهتم بالحاجات اللي بتجيب لك فلوس دي كلها وتظبط الدنيا. تهتم برضو جوانب الحياه الاجتماعيه. زي ايه الحياه الاجتماعيه؟ زي تهتم بالصحه، يكون في صحة كويسة، مستشفيات وهكذا. تهتم بالتعليم، يكون عندك مدارس، يكون عندك حاجات كورسات للتنمية، تنمية بشرية والكلام ده. ويكون تهتم برضو بجوانب الحياة الثقافية، يعني تهتم بالعادات والمعتقدات اللي عند الناس ديت، ويعني تهتم بكل حاجة عندك. فالشمولية يعني التنمية تشمل كل الجوانب، ما تاخدش حاجة تهتم بيها والباقي ترميه على جنب، لا، انا ههتم بكله. عشان كده بنقوله على التنميه انها جدعه وبنت ناس وبنت اصول. بعد كده بيقول لي تاني حاجه مشاركه جميع المؤسسات بالدوله الحكوميه والخاصه، يعني بتشمل كله. يعني ايه؟ يعني مش عشان تعمل تنميه تهتم بالحاجات الخاصه مثلا وتسيب الحكوميه مش مهمه، او العكس صحيح، لا، ما تعملش كده. انت لازم تعمل كله، تنمي في كله، زي ما هتطور هنا هتطور هنا. تاني حاجه عندي التكامل. بيقول لي ايه هنا بقى؟ بيقول لي تهتم التنميه بالقطاعات المختلفه داخل الدوله حتى لا يحدث نمو لقطاع على حساب القطاعات الاخرى، حيث توجد علاقات تبادليه وتكامليه بين القطاعات، كما يتاثر كل قطاع بالاخر ويؤثر فيه. فمثلا التقدم في قطاعي الصحه والتعليم يؤثر في القطاع الاقتصادي. طب تعال اشرح لك الحته دي. التكامل يعني ده يكمل ده. يعني ايه مثلا؟ اقول لك انا دلوقتي انت عندك تعليم مثلا، تمام؟ عندك تعليم، ولكن انت وقاعد في الفصل لقيت مدرس داخل عمال يكحكح وعمال ينفنف ومش شايف قدامه ولابس النضاره ومش عارف يقف وماشي، يعني ماشي ماسك عصايه وماشي بالعافيه. يعني مش هيبقى فيه تعليم. الصحه هتبوظ، هتاثر على التشريح، كله بيكمل بعضه زي ما احنا قلنا. فبالتالي المدرس هل هو هيشرح بالحاله اللي هو فيها دي؟ اكيد مش هيشرح. طب هيعمل ايه؟ هيقول لك بص يا حبيبي قلبي، احنا هنعمله يعني مسابقه، المعلم الافضل، كل واحد فيكم يحضر الحصه مثلا، يحضر الدرس، وكل واحد يشرح درس، اللي هيكسب مثلا، اللي هيطلع احسن واحد هديله مثلا شهاده تقدير ب 2 جنيه ونص، او تلاقي غالي، تلاقي ب 5 جنيه ولا 3 جنيه دلوقتي، المهم يعني. فبالتالي هو مش هيشرح كويس، تمام؟ فانت بالتالي عشان ما فيش صحه فتأثر على التعليم بالسلب. والعكس صحيح برضو، لو الطلاب دول يعني كلهم عندهم الصحة كويسة والمدرس صحته كويسة وكله صحته كويسة، ولكن المدرس يعني الصحة تمام زي الفل، المدرس مثلا، سيبك من المدرس دلوقتي، خلينا في الطلاب مش متعلمين، مفيش تعليم كويس، هم فيهم صحة كويسة ولكن مفيش تعليم كويس. فبالتالي اما تخش الفصل هتلاقي فيه تشغيل اغاني وتشغيل مهرجانات، وهيقعدوا بقى ايه وكده ومش عارف ايه، ويقعدوا يرقصوا والكلام ده، واخرهم طبعا بتكون يعني الشوارع يعني. فالتكامل ان ده يكمل ده. طيب ايه هنا المثال اللي بيقول لي التقدم في قطاع الصحة والتعليم بيأثر على القطاع الاقتصادي ازاي؟ اقول لك انا، ما انت
لما تهتم بالصحه يبقى عندك صحه طلاب كويسين، الولد صحته كويسه ما عندوش انيميا، بياكل كويس، بيشرب كويس، بينام كويس، بيلعب رياضه، الدنيا عنده جميله وزي الفل. وانا اتكلمت يعني في كل قبل كده يا شباب على قناه التليجرام عن الحته ديت. بيبقى طبعا كل التليجرام هتعرفوا كل جمعه باذن الله الساعه 7:30 بيكون في كل تليجرام كده يعني بتكلم فيه بعض الحاجات المهمه. ركزوا بس هنا الاول، قطاع الصحه والتعليم. اما تهتم يكون عندك صحه ويكون عندك تعلم يكون المدرس اللي بيدرس دوت معلم فاهم العلم اللي هو بيشرحه كويس، مثقف بما فيه الكفايه، فهيقدر يوصل لك المعلومه كويس، فانت عندك صحه وفهمت كمان. فاما تخش تشتغل مثلا هيطلع عندي دكتور شاطر، هيطلع عندي العامل اللي في المصنع ده هيبقى هينتج كويس، هو فاهم هو بيعمل ايه، عنده صحه بسم الله ما شاء الله، فهيقدر ينتج لك حاجه كويسه. الدكتور هيشتغل كويس، المهندس هيشتغل كويس، المدرس هيشتغل كويس، حاسب هيشتغل، كله هيشتغل كويس وهيأدي في المهنه بتاعته بشكل كويس. فكله بيأثر على كله، فانت لازم يكون عندك تكامل، ده يأثر على ده. فانت ما تهتمش بحاجه وتسيب الثانيه تقول لها تولع في ده، لا ما تنفعش كده، لازم تاخد ده مع ده لان ده بيكمل ده. قول السؤال تاني. شفت؟ سهله وبسيطه وجامده والدنيا حلوه وزي الفل. ثالث حاجه عندي وهي الاستدامه. بيقول لي يجب ان تهدف التنميه لتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه في الحاضر والمستقبل. يعني التنميه زي ما قلت لك، يعني عايز يقول لك ان التنميه ديت مش هتبقى معاك في وقت معين بس، لا التنميه ديت هي معاك على طول، ماشيه معاك من دلوقتي لبعدين، انها تنمي كله هيبقى فيه تقدم وازدهار والدنيا تبقى جميله. فالتنميه يجب ان بيقول لك تهدف للتنميه لتحقيق التوازن، يكون عندك توازن في كل حاجه، يكون عندك تنميه في كل حاجه دلوقتي والفتره الجايه. شفت؟ التنمية أصيلة وجميلة معاك على طول، مكملة معاك، بنت أصول، بنت حلال، بنت ناس عندها دم، يعني فيها كل حاجة جميلة. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ المثال بتاع التكامل الاول بيقول الاتجاه نحو انشاء مدارس ثانويه فنيه تابعه للشركات والمصانع الكبرى. يعني عايز اللي هي بتاعت الدبلوم الصنايعي يا شباب، اللي هو انت بتخش دبلوم صنايع بتتعلم لك الصنعه مثلا وهكذا، او الخياطه للبنات وكده اهوت، وبتطلع تشتغل في المصانع، فده بيفيد ده، الاثنين بيفيدوا بعض. هنا بقى مثال الاستدامه بيقول لي اطلاق الحكومه المصريه مبادره للتحويل واحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي كبديل للبنزين، عشان يكون عندك زي ما قلت تنميه دلوقتي وبعدين، فحاول تهتم يعني بالبيئه شويه، فهيعملوا بالغاز الطبيعي كبديل ايه للبنزين. وبده يعني انت كده هتوفر في البنزين وكمان هتقلل التلوث اللي عندك. فانت كده عملت تنميه مستدامه، عملت حاجه جديده، دخلت حاجه جديده، تمام. فانت بالتالي بقى عندك تنميه وكمان حميت البيئه من الاضرار بتاعه البنزين والادخنه والابخره اللي بتطلع منها. هنا بقى بيقول لي ايه، عشان يكون عندك تنميه، في التنميه بتطلب شويه حاجات كده، يعني شبه كل حاجه، شبه ما تروح مثلا تتقدم لبيت وتقول لك انا ليا متطلبات. والتنميه طبعا حاجه جميله وزي الفل، وعندها مبادئ وعندها متطلبات وعندها كل حاجه باشا، بنت حلال. فبيقول لك تحقيق التنميه يجب توافر بعض المتطلبات الاساسيه التي تساعد على تحقيق العداله الاجتماعيه والحفاظ على حقوق الاجيال القادمه وضبط مصادر التلوث والحد منها، والتي تتمثل في ايه بقى المتطلبات اللي التنميه بتطلبها. تعال نشوف يا سيدي الحاجات اللي بتطلبها ديت بتساعد زي ما قلنا في تحقيق العداله الاجتماعيه، وبتحافظ على زي ما قلنا تحقيق اللي انا عملته ده، تحقيق العداله الاجتماعيه والحفاظ على حقوق الاجيال القادمه. اول حاجه متطلبات سياسيه، عشان يبقى عندك تنميه تمام يبقى عندك عداله اجتماعيه وتحافظ على حقوق الاجيال اللي جايه. فمن الحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها متطلبات سياسيه، زي الاستقرار السياسي للدوله، ما يكونش فيه خلافات ويكون فيه اضطرابات في الدوله، عشان كده ما فيش حد لا هيجي يشتغل عندك ولا هيجي يستثمر عندك ولا هيجي يعمل اي حاجه عندك، تمام، هيبقى فيه اضطراب. تاني حاجه متطلبات اقتصاديه، يكون عندك راس مال ويكون عندك خبرات علميه وفنيه. جميل جدا. خبرات علميه اللي هم الناس اللي بيبقوا خبراء وهكذا فاهمين في الدنيا، الخبرات الفنيه اللي هم بيبقى الايدي العامله الماهره وهكذا. طيب المتطلب اللي هم الناس اللي بتشتغل. المتطلبات الاجتماعيه بيقول لي تتمثل في رفع مستوى التعليم، يكون عندك تعليم كويس، والصحه وتوفير الامن والامان. بعد كده هو عندي متطلبات بيئيه، توفير الامن والامان يا شباب للمجتمع وهكذا. المتطلبات البيئيه تتمثل في ترشيد استهلاك الموارد، خلي بالك من الحته الجميله دي، ترشيد استهلاك الموارد. يبقى عندي المتطلبات البيئيه بتاعت التنميه انك ترشد في استهلاك
استهلاك الموارد. يعني ايه الترشيد فيها؟ يعني ما تقعدش مثلا انت بتتوضى تيجي فاتح الحنفيه على الاخر وتقعد تغسل فيها لا مش كده، واحده واحده كده اهوت، شويه ميه بسيطه كده اهوت ودي تبدا تتوضى. تمام. فكل حاجه دي المتطلبات اللي البيئه ايه بتطلبها عشان يبقى عندك عداله ودي يبقى عندك يعني ايه تنميه وهكذا. رابع حاجه عندي هنا وبيقول لي ايه هي العلاقه ما بين الجغرافيا والتنميه. فهنا بيقول لي من الصعب ان يبدا اي مشروع تنموي الا من خلال دراسه خصائص المكان الاقليمي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله انت دلوقتي عايز تعمل مثلا مشروع معين في مكان معين، لو انت مثلا عايز تعمل مشروع في المنطقه اللي انا ساكن فيها صدقني هتروح في داهيه يا ابني، هتروح بص لو اتنططت على هتخسر وهتفشل وهتطلع مديون وهتخش السجن. خليك عارف الكلام ده كويس، لان اللي عندنا تقريبا مفيش حد فتح ويعني ونفع فيها، كل اللي بيفتح حاجه بيقفلها تاني. فده انت لازم تدرس المنطقه اللي انت هتشتغل فيها. يعني مثلا لو جيت في منطقه شعبيه وجيت انا بقى وقلت لهم انا رحت مثلا جبت هدوم وكده ملابس يعني، وجبتها مثلا من تركيا وقلت لهم ملابس تركيه بقى وحاجات وحاجات بقى ايه من اللي هي بفلوس بالدولارات بقى وحاجات غاليه، هل حد هيعبرني؟ محدش هيعبرني. لا يا عم الحاج انت فاتح محل كويس بفلوس، يعني في هدوم كويسه بحاجات غاليه، ولكن في المكان ده محدش معاه فلوس يشتري منك حاجه، فانت هتخسر، صح ولا ايه؟ لكن لازم تشوف المنطقه اللي ما فيهاش مثلا محلات، المنطقه اللي فيها الفئه اللي ساكنين، الفئه الناس اللي ساكنه يعني معاها فلوس متريشه، وتروح تعمل فيه مثلا المحل اللي انت عايزه ده، المشروع اللي انت عايزه. فلازم تدرس المكان الاول. عايز مثلا تعمل مستحضرات تجميل مثلا، محل بتاع حاجات تجميل والكلام دوت، فانت تشوف الحته اللي ممكن تقدر تبيع فيها. فبيقول لي الا من خلال دراسه خصائص المكان الاقليم المطلوب تنميته. يعني ده بيفيد ده، يعني عشان يبقى عندك لازم عشان تبدا مشروع تنموي تدرس المكان، يعني التنموي ادي التنميه، وتدرس المكان اللي هو الاقليم. الاقليم يا شباب هو مساحه من الارض معينه كده اهوت، تمام، بتتميز بظاهرات زي ما مكتوبه هي على الشمال، تتميز بظاهرات طبيعيه وبشريه محدده تميزه عن غيره من الاقاليم. زي اقليم مثلا ده الناس دي ليهم عاداتهم، ليهم تقاليدهم، ليهم الحاجات اللي بيبيعوها ويشتروها، ليهم اللبس بتاعهم، ليهم كل حاجه ليهم خاصه بيهم هم. فبيقول لي عشان تبدا مشروع تنموي لازم تدرس المكان او الاقليم اللي انت هتعمل فيه المشروع بتاعك ده المطلوب تنميته، وتهتم الجغرافيا بدراسه هذه الخصائص من حيث الظروف الطبيعيه والبشريه والعلاقه بينهم ومواردها وامكاناتها، مما يعطي صوره واضحه لمتخذ القرار لوضع الخطه المثلى للتنميه في المكان المطلوب وتحديد متطلبات التنميه له. ومن هنا ياتي الدور الحيوي للجغرافيا التنميه. تمام. يعني عشان تعمل مشروع لازم تهتم بالجغرافيا، عشان تعمل تنميه في مكان معين لازم تهتم بالجغرافيا، تشوف المكان دوت، تدرس بقى الحاجات بتاعته، ايه الفئه مثلا اللي ساكنه فيه، معاها فلوس معهاش فلوس، متعلمين ولا مش متعلمين، هل هم من البدو ولا من الحضر ولا من الريف ولا من ايه بالظبط، وتبدا تهتم بكل حاجه عن طريق الجغرافيا. فعشان تعمل تنميه لازم تهتم بالخصائص المكان اللي هي تهتم يعني ايه بالجغرافيا، عشان الجغرافيا بتدرس ايه؟ بتدرس الخصائص. بعد كده خامس حاجه عندي وهي جغرافيا التنميه واهم مجالاتها بقى. مفهوم جغرافيا التنميه. الجغرافيا التنميه دي زي ما قلنا، احنا قلنا في الاول ايه؟ قلت لك خليك حافظ، خليك فاكر ان الجغرافيا التنميه دي فرع من الفروع الحديثه اللي دخلت جغرافيا البشريه. يبقى زي ما مكتوب اهو مفهوم جغرافيا التنميه فرع من فروع الجغرافيا البشريه. بيهتم بايه؟ قال لي والله يهتم بدراسه الموارد المتاحه للكشف عن امكانات ومعوقات استغلالها من اجل اداره الموارد وتنميتها بهدف توفير بيئه مناسبه لتحقيق جوده الحياه. يعني ايه الكلام ده كله يا مستر؟ انا مش فاهم اي حاجه، انا تهت. بص يا حبيبي، مفهوم جغرافيا التنميه اول حاجه فرع من فروع الجغرافيا البشريه، عرفتها. بيهتم بايه بقى؟ بدراسه الموارد المتاحه. بتدرس الموارد المتاحه عندي انا، الحاجات اللي في ايدي، تمام، عشان تكشف عن امكانات ومعوقات استغلالها. يعني ايه الحاجات اللي منعاني ان اقدر استغلها؟ يعني مثلا انت عندك حديد في مكان معين، تمام، عندك منجم مثلا فحم، المنجم دوت مثلا في حته فيها جبال وفيها منحدرات وفيها حاجات ما يعلم بها الا ربنا، تمام. فعلم جغرافيا التنميه دوت هو بيهتم بدراسه الموارد المتاحه. انت عندك عرفت ان هنا في منجم مثلا فحم، تمام، للكشف عن امكانات ومعوقات استغلالها. انت عندك المنجم فحم ولكن في معوقات انك تقدر تستغلها، في جبال وفي حاجات ما يعلم بها الا ربنا، ما فيش لا طرق ولا اي بتنجان ولا اي حاجه. من اجل ايه بقى؟ من اجل اداره الموارد تقدر تدير منجم الفحم دوت وتنميتها، تمام، تقدر يعني تحفر وهكذا وتعمل عده ويعني
تستغل المنجم ده بشكل صحيح يعني، بهدف توفير بيئه مناسبه وتحقيق جوده الحياه. جميل جدا. انا اديتك مثال على جوده يعني منجم الفحم دوت. تمام. بقى نقول اخر مره، فرع من فروع الجغرافيا البشريه بيهتم بدراسه الموارد المتاحه عندي، بتعرف الموارد اللي عندك ايه هي بالظبط. تمام. عن طريق كشف طبعا في اجهزه يا شباب، ودي موال كبير جدا، استشعار عن بعد وحاجات بتكشف الحاجات اللي تحت الارض، واجهزه يعني بتكشف الموارد المتاحه اللي عندي. تمام. للكشف عن امكانات ومعوقات استغلالها، ايه الحاجات اللي منعاني ان اقدر استغلها عشان بعد كده تقدر تدير الموارد ديت وتقدر تنميها، وايه الهدف انك تستغلها يعني وتنميها. الهدف هو توفير بيئه مناسبه. تمام. تقدر تستغلها، يكون عندك بيئه مناسبه لتحقيق جوده الحياه، يعني يبقى عندك حياه كويسه. بيقول لي ومن المفهوم السابق نجد ان جغرافيا التنميه تسهم في التخطيط للتنميه عن طريق توفير قواعد البيانات الجغرافيه لاداره الموارد المتاحه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز اقول لك ان جغرافيا التنميه بتخطط عشان تدير الموارد. يعني ايه؟ يعني انت هتخطط للتنميه ديت. هخطط ازاي؟ والله لازم تخطط اما يكون عندك بيانات، توفير قواعد بيانات جغرافيه. اللي بيوفرها لي دي مالكش دعوه بها دلوقتي، في حاجات بتوفر يعني البيانات ديت حاجات كتير قوي عشان يكون عندك. واتكلمنا لو تفتكر في الترم الثاني في اولى ثانوي برضو اما اتكلمنا عن التعداد السكاني لو تفتكر يعني كده، والاحصاءات الحيويه كنت بجيب منهم بيانات لو تفتكر. ارجع بالذاكره. تمام. لاداره الموارد المتاحه، يبقى بتخطط عشان تدير الموارد اللي عندي. تمام جدا. بيقول التخطيط هو اسلوب علمي لتغيير اوضاع راهنه غير مرغوب فيها. انت هتخطط عشان تغير اوضاع انت مش حاببها. يعني ايه؟ مثلا انا الشقه اللي انا قاعد فيها مثلا الجو حر فيها. تمام. فانا اقول مثلا ان شاء الله في المستقبل لما يبقى معايا فلوس، تمام، تبدا تخطط من دلوقتي، هشتري تكييف، هعمل تكييف. تمام. فانت بتخطط دلوقتي، هو اسلوب علمي لتغيير اوضاع راهنه غير مرغوب فيها او لحل مشكله ما في فتره زمنيه محدده بهدف استثمار الموارد من اجل مستقبل افضل. تمام جميل جدا. هنا بقى التخطيط ده انت بتطبقه على الجغرافيا التنميه وهكذا. فالتخطيط هو اسلوب علمي لتغيير اوضاع راهنه غير مرغوب فيها او لحل مشكله ما في فتره زمنيه محدده بهدف استثمار الموارد من اجل مستقبل افضل. جميل جدا. إدارة الموارد بيقول لي مجموعة من العمليات المتتالية التي تهدف إلى استثمار الموارد الطبيعية والبشرية لتحقيق الأهداف المنشودة اللي هي المطلوبة يعني. تمام. يبقى إدارة يعني بتدير، يعني بتنظم الموارد اللي عندك. هي بيقول لك مجموعة من العمليات المتتالية وهدفها هو استثمار الموارد، تقدر تستثمرها بشكل أفضل. تمام. عشان تحقق الأهداف المطلوبة بتاعتك. طيب جميل جدا. نيجي ناخد الحتة ديت، ولا بصوا يا شباب الحتة ديت اقروها وهجيب لكم عليها أسئلة بإذن الله في الامتحانات اللي هحطها لكم، لانها حاجات انا لسه قايلها. يعني تخطيط جغرافي الكلام ده يعني ايه لسه احنا قايلينه، يعتبر هو بيقول لك يعني معلومات كده على السريع. فالمعلومه دي برضو هجيب لك عليها كل واحده كده فيهم هجيب لك سؤالين 3 4 اسئله كده في الامتحان، يعني هظبط لك الاداء. طيب هنا بقى بيقول لي اهم مجالات جغرافيا التنميه. ايه المجالات المهمه في جغرافيا التنميه؟ قال لي اول حاجه من اهم المجالات تنميه الموارد البيئيه. يعني ايه؟ بص هو كل ده احنا قلناه يا شباب، فعشان كده احنا في الاول مقدمه اديلك مقدمه الاولويه عشان نبقى عارفين الكلام ده كله. فاول حاجه تنميه الموارد البيئيه هنعمل ايه؟ قال لي تهتم بدراسه موارد البيئه وادارتها، وذلك بتحديد مجموعه من المؤشرات البيئيه التي يجب الالتزام بها في مشروعات التنميه. مثال على ذلك قيام وزاره البيئه باصدار قوانين تلزم بها المصانع بتركيب مرشحات وفلاتر للتقليل من التلوث الهوائي زي ما اتكلمنا. تمام. فبتيجي الدوله بتجبرك انك اللي هو زي ما قلنا انت يبقى عندك تنميه، تمام، في التنميه الاقتصاديه، ولكن تهتم برضو زي ما قلنا بايه تهتم برضو بالحد من التدهور البيئي. فهنا بيقول لي وزاره البيئه بتصدر قوانين انها يعني بتجبر المصانع انها تركب مرشحات وفلاتر عشان التلوث البيئي يقل. تاني حاجه التنميه البشريه واتكلمنا عنها برضو، تهدف الى تنميه القدرات البشريه الى اقصى حد ممكن وتوظيفها افضل توظيف في جميع الميادين عن طريق توفير فرص ملائمه للتعليم والتدريب زي ما اتكلمنا عنها برضو. زي ايه؟ زي قيام وزاره الاتصالات بعمل دورات تدريبيه للخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. وبتلاقي برضو يعني اما بتدور كده على النت يقول لك مثلا مبادره مش عارف ايه، مبادره ايه تحت رعايه مثلا حاجه حكوميه مثلا بتهدف الى يعني هدفها يعني ايه تدرب الشباب، تديهم خبره وهكذا.
تالت حاجه عندي وهي التنميه الاقتصاديه، تهدف الى التنميه الاقتصاديه بتهدف الى زي ما قلنا برضو زياده الانتاج واستخدام الموارد المتاحه واستنباط اساليب انتاجيه جديده. استنباط يعني تقدر تقول ابتكار اساليب انتاجيه جديده، اخذ اساليب انتاجيه جديده، تشوف يعني بتبتكر حاجات جديده مما يؤدي الى زياده زياده الدخل القومي زي ما قلت لك. اقتصاد يعني بيزنس. ومثال على ذلك استخدام التطور التكنولوجي والهندسه الوراثيه في المجال الزراعي لزياده انتاجيه المحصول. زي مثلا بيبقى فيه الفراخ دلوقتي، مثلا المزارع بتاعت الفراخ بيبقى عاملينها يعني نظام ضوء. النظام دوت الليل بيدوه صبح، يعني الليل كانه صبح، تمام. اللمبه دي بتنور كانها صبح كده، الفراخ بتحس انها صبح، فبالتالي الفرخ بتبيض مرتين في اليوم. وبكده الحمد لله اكون انهيت لك الدرس. الكلام ده كله يعتبر احنا واخدينه يا شباب في المقدمه اللي خدناها في الاول، يعني اول الدقايق اللي شرحناها في الاول، فيعتبر في المقدمه دي اللي شرحت لك زي ما قلت لك الدرس كله، بل يكاد المنهج كله كمان. فالمقدمه دي كانت مهمه جدا للناس اللي سرعوها بقى وما سمعوهاش، فانا حبيت اقول لك يعني. فدلوقتي الحمد لله احنا خلصنا الدرس. عايزك تقرا المعلومات الإسرائيلية مهمة جدا، وعايزك تهتم بنواتج التعلم، عايزك تهتم بيها وتقراها كلها. بيبقى فيها حاجات شوية حاجات زيادات يعني تفهمك الموضوع بشكل أفضل، فعايزك تهتم بيها، لأن معظم الامتحانات وأسئلة الامتحان بتاع آخر السنة بيجي لك من الكلام ده. يعني كل الامتحانات يعتبر يا شباب الأفكار اللولبية بيتحط من نواتج التعلم، فلازم تهتم بيها بشكل كبير، عشان معظم الامتحانات حتى اللي أنا بحطها منها ومن المعلومات الإسرائيلية. نادر ما تلاقيني حاطط لك حاجة كده مباشرة يعني من الكلام اللي مكتوب ده. فبس كده، اتمنى تكون فهمت كويس مش تكون بصمجت كويس، يا ريت يعني. ويا ريت لو فهمت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت تحط لايك جميل وتشترك في القناه، عشان يعني الاحصائيات مش عايزه تبقى شبه السنه اللي فاتت. كان 98 من اللي بيتفرجوا مش مشتركين و2% بس. يعني انا مش مستوعب هم اللي يعني انا يعني ايه يا شباب. فيا ريت اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان لما انزل فيديو ان شاء الله يوصل لك. كل وسائل التواصل الاجتماعي حابب اقول لك هتلاقيها في الوصف، تمام. وسيب لنا برده كومنت لذيذ كده اهوت، يعني ايه كتحفيز، او قول لنا فهمت او ما فهمتش، او صلي على النبي في الكومنتات برده تكسب ثواب. حد يشوف الكلمه يقول شبهك شفت بس كده. هو كان درس طويل شويه حبتين كده اهوت، شويتين، ولكن الحمد لله انهيناه وخلصنا عليه. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.